السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة يا بنات هنعمل وصفة الحمام الكذاب بوراك الفراخ. طبعا كلكم عارفينها، واللي مش عارفها دي ايه وراك فراخ. على فكرة انا اللي خليتها في البيت، انا اللي خليها سهل جدا. ان شاء الله هنزل لكم فيديو ازاي نخليها، طريقة سهلة وبسيطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا كده، انا فرمت بصلايه واحده في المبشره ناعم، فرم ناعم، حطيت عليها ملح وفلفل، هتبل بيها اوراق الفراخ او الحمام الكذاب بتاعنا. بص يا بنات، كده هنتبل كل الوراك بالطريقه دي، سهله وبسيطه. عايزه اقول لكم يعني طلع معايا حلو جدا جدا جدا، يعني حلوه بطريقه سهله وبسيطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي اول مره يشوفني حط له اللايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل اشعارات ان شاء الله، فضلا طبعا وليس امرا. احبكم في الله، كلكم اخواتي وعلى راسي. وشجعوني كده باللايكات يا بنات، عشان اللايكات والمشاهدات ضعيفه. شاهدوا الفيديو للاخر ان شاء الله عشان القناه تترفع بيكم وليكم باذن الله. وانا عندي كلامي لسه هنستفاد من بعض، وهنعمل وصفات حلوة كتيرة مع بعض ان شاء الله. كده انا خلصت الوراك كلها كده تتبيل. بصلايه كده واحدة مفرومة ناعم. وهنشوف كده هنعمل ايه. هنسلق رز، اللي هو رز العادي. انا ما عملتوش يا بنات بالبصلايه او الكبد وجوانص مش عارفه يعني بالخلطه وكده، لا انا عاملاه رز ساده. بص، رز عادي سلجان، حطيت ملح وفلفل وسمنه بلدي بس، مش اكتر من كده. ويعني سلقته 3/4 سوا او نص سوا، لان هيكمل معانا في التسويه مع الوراك، وعشان يطلع حلو ومش معجن معانا. حطيت كده السمنه البلدي وهقلبهم كده على الرز، وهنحشي بيها الوراك او الحمام الكذاب بتاعنا. بس طريقة تحفة وسهلة وبسيطة، وهتقوم تعمليها وتنفذيها حالا، لان من حلاوتها هتدمنيها. بص عشان انا مطولش عليكم، حشيت 2. بصوا المنظر كأنها حمامية بجد والله. حشيت كده 2، هوريكم واحد كده معايا في الحشو. وبص ما تقولوش ايديا ومش ايديا، انا واحدة سعودية كده ما بحبش اشتغل غير بايديا، ولا جوانتات ولا جلافزات. الجوانتات دي بلبسها لما اكون مثلا بعمل حاجة حامية زي فلفل او شطة والحاجات دي. لكن الحمد لله الحمد لله ايدينا نظيفة، وبنغسلها وبنطهرها، واحنا الحاجات دي بنعملها لبيتنا وبناكلها. فيعني محدش ايه يقول ايديا. انا بحب يعني لازم المس اي حاجة بايديا عشان احس بطعمها. واي حد تاني بيعلق يعني على راسي اي جوانت مش جوانت ده على راسي برضو، مش هزعل، بس دي طريقتي ومش هغيرها. بص كده هنحشي الدبوس لتحت، هيكون مخلي مفهوش العضمايه دي، انا شايلاها. هتحشيها زي رغبة الحمامة كده، هتدخلي فيها الرز وتحشيها كده حشوة حلوة. ومش يعني مش هنكتر الرز برضو، لان الرز ده هينفش معانا لانه مش مستوي سوا كامل. طبعا هتجيبي الخله بتاعت السنان دي هتجفليها بيها. انا ما كانش عندي، جبت اللي هي خله بتاعت العص بتاعت الشيش اهو، كله هيمشي معانا مش هنقف على حاجه ان شاء الله. هجفلها بالطريقه دي. بصوا هتاخدي كده من فوق وكانك بتخيطي، يعني كانك بتخيطي هدمه كده مقطوعه ولا حاجه. سهله وبسيطه اهو، كده كانك بتخيطي وتسيسيها كده، وحاجه بالراحه جدا، وهتطلع معاكي زي الفل. اهو بصوا كده يا بنات، انا عملتها كده بالطريقه دي وحشيتها، وطلعت معايا اللهم بارك. الكميه ضعفت طبعا والطعم والشكل خرافه، يعني طعمها حلو جدا. خصوصا الرز، انا عندي الاولاد بيتخانقوا على حته الرز دي في المحشيات،
بيحبوا الرز ده جدا جدا جدا. ده كان منظرهم بعد ما خلصت الكمية كلها. وهوريكم طريقة التسوية. المية تغلي، تنزل بالبوكيه جرنيه بتاعها، بصلة وطماطم ولورا وحبان الموجودة عندك يعني حطيه، مش هيقولك لا. هنزل بكل المكونات دي، وبعد كده هنزل بالوراك. كده نزلت بالطماطم، طماطمية بتاع على 4 ولورا وبصلاية، وبعد كده هنزل بالوراك. هتستوي معانا، ما تنساهاش لان الوراك بتستوي بسرعة، يعني ما بتاخدش اكتر من نص ساعة. فانا زادت معايا في الطيبان سيكة، كانت راحة يعني جل من لا يسهو، كنت راحة انساها وكده. بس الحمد لله الحمد لله يعني جيت في الميعاد المظبوط وطلعتها وحمرتها. انا كنت عايزة احمرها يعني في السمنة وكده، وبعد لقيتها ايه مستوية معايا، مش كده دخلت كانت في السوا، فلقيتها مستوية يعني معايا. فروحت ايه حطيتها في الصينية ودهنتها سمنة بلدي ودخلتها الفرن. فانا يا ست الكل بقولك ما تحطهاش، ما تنساهاش على النار، عشان هي الوراك عامة بتستوي بسرعة عن باقي الفراخ. بصوا انا سيحت كده معلقة سمنة بلدي عشان تديها طعم حلو وتطعمها، وحطيتها بلمح كده الوراك معايا اهو 7 حمامات، اللهم بارك يعني. انا حطيتهم كده ورصيتهم في طبق وكده، فبقول العيال بقول لهم تعالوا اتغدوا حمام وكده، فبياكلوا كده ومستغربين وبعد كده ما بيلقوش العضمايه بتاعت الحمام والكلام ده. وبعد كده رحت شرحت لهم كل القصه. عامه عشان كنت صادقه معاكم، بصوا المنظر بعد ما طلعت من الفرن لونها ذهبي وحلو جدا. بصوا الطعم حلو، يعني الشكل والطعم حلو يعني، والرز كده محتفظ بنفسه، والله العظيم طعمها حلو جدا. جربوه مش هتندموا. كملوا الفيديو معايا وحطوا لنا لايك واشتركوا في القناة وشاهدوا الفيديو للاخر عشان تستفيدوا بكل اي معلومة انا بقولها. بصوا كده دي حمامية ولا مش حمامية بتوع المدارس اهو كده قدام. بصوا المنظر يتحدث عن نفسه يا جماعة، حاجة تحفة تحفة تحفة، طعمها خطير. جربوها مش هتندموا على طريقته وعلى نفس الخطوات ان شاء الله باذن الله. هتعجبكم جدا وهتنفذوها. وعملت هنا حبة مكرونة بالصلصة طبعا مبكبكة كده، وكانت بتبكبك على النار وبالصلصة فيها تحفة، وبالهنا والشفا ليكم، وشكرا ليكم وشكرا على المتابعة.